الشاشات بتاعه البكر اللي فيها التحكم بتاع الدرايف مودز والاعدادات اللي انت بتخصصها لما بتشغل العربيه بتعمل لك ترحيب زي الشاشه بتاعه العدادات، وتحس برضو انك عايز تفضل سايق العربيه ومش عايز تنزل منها ابدا. شكل الار بي ام بيتحرك زي خطوط النار كل لما بتدوس بنزين، شكله جامد جدا ويسخنك على الجري بالعربيه. مكان الفتيس او نقل الحركه بيكون ورا الدريكسيون زي الاس كلاس وبتنقل منه بالشكل ده، لكن المكان الطبيعي للفتيس هنا موجود مكانه مسند لايدك علشان تتحكم في الشاشه براحتك وتسند ايدك وانت سايق. والدريكسيون بيتحرك كهرباء من الجويستيك من هنا في 4 اتجاهات، جوه وبره وفوق وتحت، وده الزرار اللي بتشغل منه سخانات الدريكسيون او تفصلها. وهنا مكان زرار الستارت انجن، ودي البكره بتاعه التحكم في الاضاءه. وهنا مكان الهاند بريك بتاع العربيه، خامته ممتازه. وتحت المالتي على اليمين البكره بتاعه الدرايف مودز او وضعيات القياده، دي وضعيه التلج وانديفيدوال بتخصصها زي ما انت عايز، وكومفورت وسبورت وسبورت بلس. والمالتي على الشمال البكره اللي تحتيه تقدر تخصصها من السيتنج سيلكت وتحط فيها اي حاجات انت عايزها، وممكن تقلب بينهم وبعدين بتشغل اي حاجه فيهم من على الازرار اللي على الشمال دي. والشاشات بتاعت البكر دي الريزوليوشن بتاعها عالي وواضحه جدا. الشاشه اللي في النص هي كمان كونفرتبل زي السقف بتاع العربيه، تقدر تتحكم في درجه الميل بتاعتها علشان لما تكون فاتح السقف تكون واضحه بالنسبه لك وما تعكسش الضوء اللي بره. ومن قائمه الراحه او الكومفورت بتقدر تتحكم في المساج بتاع الكراسي للراكب وللكرسي بتاعك، ومستوى الراحه والفخامه اللي موجود في الكرسي بيعوضك عن نظام التعليق الناشف بتاع العربيه السبورت. ومن هنا بتقدر تختار طولك عشان العربيه تظبط لك الكرسي على مقاسك، واقصر حد ممكن يسوقها 140 سم، واطول حد ممكن يسوق العربيه 220 سم. انا مثلا طولي 178 سم، هظبطها على طولي عشان اعرف اقعد براحتي. ده زرار اي ام جي، وفي على الشمال وعلى اليمين خطوط بتعمل زي ايكولايزر او نبضات لما بتدوس على البنزين، شكلها حلو وممتعه جدا. ومن هنا زرار فتح وقفل الغطا بتاع السقف، وبيفتح ويقفل بسرعه كويسه وصوته واطي.